اكتشفت وانا صغير خالص في البلد ان ما كانش عندنا طعميه. والله ما كانش في طعميه. كان بيقولوا تجار من الصعيد برضه يقول طعميه جاء زلابيه جاء، ويبيعوا لنا الطعميه والزلابيه وياخدوا البلح. ايه رايكم نتفرج على تابلوه الطعميه والبلح؟ طعميه جاء زلابيه جاء agundega fayani tamiyaga zalabiyaga agundega fayani الشاعر وخبير التراث المصري استاذ مصطفى عبد القادر يقول له مصطفى دول الاحوال مش عاجبني، انت شايف ايه يا مصطفى؟ ينفع الكلام ده؟ فكتب لي سلوكيات بيقول فيها لا 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 فايمنا لا لا خميس لدماغنا اللي كبالكم مستولين اللي ما قفوا مسلمين اللي سكنت كاول كاجن مرجع كنت كمنا نشوف السلوكيات.
اصل يا سيدي بقى الموضوع لان اليومين دول فيه موضه، اي والله موضه وجاري عليها الناس، بالذات الجر سودا. يجي صاحبنا يقول لك ايه، انا مالي ومال التهجير، مالي ومال البيت في كومومبو ولا الارض في وادي خريف، انا عايش في مدينه نصر، مالي انا ومال الهم في نصر. يا سلام افادك الله. ويجيب خناقه مع اخواته ويزعل ناس بلديات ويصمم ويبيع الارض، وبعد شويه يبيع البيت من موته ويدع على بنوكمي. والمشكله يا اخوانا ان الموضوع ماشي ويوم عن يوم بيزيد، ومفيش حد لا مسؤولين ولا اعيان راح يوضح حد. يعني كمان كام سنه ولا 10 هنكون بعنا بيوتنا حسره ودايرين في حواري المحروسه. بالله عليكم وفا يا جريتكم، ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ لا 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 أمر وراء وانا لا 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 بطل بمتر كده بنا أهلك دنيا لإرتركين تركي يا مبجوريني اسك دنيا لإرفاوكين إلهي اكتب جاديني لا والله إني فهمو. الموضوع الثاني يا سيدي دي حكايه ملهاش تفسير. حفل التعديد للعروسين تبتدي بعد ساعة 2. سبحان الله، وساعة 2 مش فاهم هي الفرحة ما بتجيش بدري ولا الواحد نادي الليل الواخرين. أرض وطبلة وشخطة وهبلة وخبط ورزة وعفر وغبط وصوت بيحشرك. قال ايه مغنى ياخد مغنى وجعنا كفاية. ويطلع فجر اليوم الثاني ده الفستان بقى فستان جبهة ولا طرحة على راس الشبة وشوشنا السمرة بقت بيضة من الزحمة وتراب الأرض. يا اخوانا يا اخوانا للي تحلى دي ليلة عمر، يعني عايش وعرفت بهجة ويا الأهل وصحبة وفرحة يسهروا سهرة خفيفة لطيفة ويزفوهم بدري بيتهم يبتدوا مشوارهم من ليلة. غايته ربنا يتم خير يا عريس. بالله عليكم ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ سيبك من ده وده وتعالى وشوف حكاية السفريات. في ميت هنا ولا هناك رايحين جايين بالعشرات. انا يوم رحت محطة مصر لقيت 25 ست ايام ونت ايه حمول الكفر جايين بدري من الفجرية، وكل واحدة فيها كيس ادوية السكر والضغط. اشطر اللي بتشطر. قلت اسألهم في ايه وتفتكروا خير ان شاء الله وجايين ليه؟ قالوا جايين لست فلانة ام فلانة بالبشتين هنعديها في اخت مرات اخو سلفتها اللي عداها كام من اسبوع. يا ساتر دول عايزين اتوبيس تنقلهم وعايزين بيت من بابه عشانهم ومطبخ مخصوص يطلب ليهم وفريق خدمة يشوف طلباتهم. والموضوع كم اسبوع يبتدي تاني كمان اسبوع والميت بقاله عشرين والمصروف بقى مصروفين والعالم ماشي قدام واحنا هنفرش هنا وننام. يعني لا هنلحق عنب البساتين ولا هندوق من بلح الشام. غايته يكون دنيا وحاله. بالله عليكم ينفع الكلام ده يا ست مدشتين؟ الدنيا لرفاوكين إلى لك مجازين لا والله ما يفهم